الله يحفظك علوش خويا، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام اخويا علوش، مرحبا بك خويا. ان شاء الله تكونوا لاباس. الحمد لله، الله يسهل عليك خويا. واش هذه القضيه تاع الجزائر قطعت عليكم الضوء؟ انا تظن راني سمعت فيها الزمن عندكم. علاش من جبتوا هذا قرار سي رضوان؟ من جبتوه؟ لا، وهذه اليامات كلها الاعلام الجزائري كيدوي عليها. اول خبر طلقته صحافه شوف تي في باللي الجزائر تقطع الكهرباء على المغرب. هذا اول خبر زائف يخرج من قنوات شوف تي في والقنوات المغربيه. اول شيء. ثانيا الجزائر عندما هذا الواقع هو هذا احنا وصلنا ليه. لا سي رضوان، زعما باه تستغبيني ولا تعب تستغبي فيا، ما هذه زعما امبوسيبل. غير نوضح لك المعلومه، يعني زعما ندوي معك باحترام، والله ما نضيع في كلام. الناس راهم يعرفوني وعندي متابعين الحمد لله. المهم بخصوص هذه تاع الضوء، هذه راهي سوقها النظام ديالكم، النظام المغربي سوقها باه يزيد يلهي الشعب اكثر واكثر، الشعب المغربي. راك فاهمني؟ انا كتعجبني يعني كتسمع الطرف الاخر، يعني هذه بكل صراحه. نتوما جبتوا هذه العقليه تاع الجزائر راح تقطع الضوء. الجزائر كون عينها تقطع لكم الضوء كما قطعت عليكم الغازات تتشاوركم ولا حتى تطلق لكم الخبر. انا على الشيطان السي رضوان، على الشيطان. لا اسمح لي السي علوش، على دابا هي تشاورت معنا كما قطعت لنا الغاز، هي قطعت عنا الضوء عادي. وشوف حنا ما عندناش مشكل انه نقولوها، والدليل هو انه انا خرجت في مباشر وكنقول لكم الدوله الجزائريه قطعت عنا الغاز، مشينا حطبنا وقطعت عنا الضوء، وانت كتشوف احنا مظلمين. انا تليفوني لا تاع الغاز تاع الضوء حتى يخرج سي تبون يقول لك قطعنا الضوء عاد باه نامنوها ونشوفوها بعينينا. الغاز سي فري. احنا نطالب من فخامه الرئيس انه يخرج وغدا يعطينا التصريح يقول لنا شنو السبب ديال هذا. معليش كل حاجه في وقتها مليحه. اسمع السي رضوان، نتوما كتقولوا قلتوا كلش يعني جات غير الضوء. قلتوا بلي سيدنا يونس مغربي، قلتوا بلي سيدنا ادم مغربي، قلتوا بلي تمثال مغربيه، قلتوا بلي تندوق والصحراء الشرق. معليش اعطيني حق الرد. معليش زادوا في الجزائر عندنا كدوي. ما قلناش في المغرب بحال الجزائر، ما قلناش القران انزل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في الجزائر، هادشي ما قلناش. ولكن حنا ماشي مشكلتنا دابا هو هذا. خلينا خويا الله يرحم بك، حنا اليوم غنفوتوا الخلافات اللي بيناتنا. حنا ما بغيتش ندير هذا باش نتكلموا على الخلافات، ما بغيتش نهضر على البوليتيك، كنهضر على هذه المساله ديال الضوء اللي هذا واقع اليوم نعيشوا فيه. اليوم الشعب المغربي بلا ضوء، النظام الجزائري طفى عنا الضوء، هبط الديجونكتور. انت راك تقول باللي طفى عليك الضوء سي رضوان، راك تقول باللي طفى عليك الضوء نظام جديد كيما هكذا. اييه اش على الشمع ساهله، ما عندكمش الشمع. وحنا وراه هادشي اللي تيدير. ما سمعتيش قبيله كنقول لك بانه راه كان واحد الصف طويل عند مول الحانوت على الشمع. الاخوان كاين شي البعض اللي قال لي بانه كاين طابور على الشمع. حنا ما عندناش مشكل نقولوا هادشي يا صاحبي، حنا كنفتخروا كنقولوها، ما عندناش المشكل. معليش هيا ديروا الشمع سيدي، ديروا الشمع معليش. ولا خاصكم الشمع رانا ندزو لكم انا شخصيا نروح نروح معبر جبغال هذاك ديالكم هذاك بين في تلمسان في مغنيه، ونبعث لكم كونتيتي. والله ما كان نحكم السناره ولا نبعث لكم من بعيد الشمع الكوابس تاع الشمع. والله غير صدق عليا نشري لكم 20 صندوق. علاش اذا كان الجزائري في هذا اللايف اسمح لي لايف فيه 1200 الناس، علاش ما تطلبش منه؟ وانا كنت نتمنى انك تقول لا احنا بالعكس نتضامن مع الاخوان ديالنا، وحنا شكرا للخوت اللي كيدعم. انا قلت لك انا شخصيا علوش الجزائري، اتضامن. معليش حاب يقول لي انا شخصيا اتضامن مع المغاربه اللي راهم يقولوا باللي النظام الجزائري قطع معنا الضوء، نرسل لهم الشمع ما كاش مشكل، نرسل لهم كاش 20 قابسه تاع الشمع ولا 30. هذا هو اقصى ما درتي في عوض اللي طلب من النظام الجزائري انه يطلع الديجونكتور. كتقول له نسات لكم الشمع، شنو كتشفى فينا زعما ولا ما فهمتش؟ لا عرفت تقول لي بلي راكم تقولوا بلي نتوما راكم على الظلمه وعلى كذا قلت معليش انا لا حول ولا قوه لي الا ان اقول باللي نعاون. راك تقول نتضامن معكم بالشمع اخويا. الشمع راه رخيص هنا في الجزائر، ياك ما تزعفش سي رضوان. نورمال هذه نورمال ننويها صدقه كما قال لك نعطيك النور ننورها عليكم ان شاء الله، مادام بلا ما قطعوا يطلعوا عليكم كما قال لك الديجونكتير.
معليش غير ما تزعقش برك. صدقت